الفيلم الرائع واللي بنشوف فيه فريد وهو صغير لما كان في السينما وبيشوف مستكشف بيكتشف مكان جديد في حتة بعيدة خالص في شلال، بس الناس ما بتكونش مصدقة اللي شايفاه، بس فريد بيصدقه وبيقرر لما يكبر انه هيروح علشان يلاقي المكان والشلال ده. وبعدها بيتعرف على الطفلة إيلي وبيلاقي حلمها هي كمان انها تروح مكان الشلال، وبيقرر انه يساعدها في تحقيق حلمها. وبيكبر فريد وإيلي وبيتجوزوا وكانوا عايشين في سعادة وفرحة هما الاتنين، وحلمهم لسه موجود انهم يزوروا الشلال. كل ما يحوشوا فلوس علشان يسافروا بيها تحصل حاجة فيضطروا يكسروا الحصالة لحد ما بيعجزوا هما الاتنين، وللأسف بتتوفى إيلي. وبيبقى قاعد فريد لوحده حاسس بالزهق والملل، وكل البيوت الصغيرة اللي حواليه بتتحول لأبراج ومشاريع كبيرة، بس هو ما كانش راضي يتنازل أبدا عن بيته. وفي يوم من الأيام وهو قاعد بيجيله رامز فتى الكشافة، وكان عايز يساعده علشان رامز معاه كل الأوسمة ما عدا وسام مساعدة العجائز. وطبعا فريد بيكبر دماغه وبيقول له في وحش تايه مني، لو لقيته هديلك الوسام ده. وبعدها الحي بيرفع قضية على فريد علشان ضرب واحد من المهندسين، علشان المهندس ده خبط صندوق البريد بتاع بيته، وللأسف بيتحكم عليه انه يروح دار مسنين والبيت بتاعه هيتاخد ويتهد. وقبل ما يجي اليوم اللي هياخدوه فيه علشان يودوه الدار يقرر انه مش هيسيبهم ياخدوا البيت بتاعه، وينفخ بلالين كتيرة جدا جدا، ويقرر انه هيحقق حلمه وياخد البيت ويروح الشلال لوحده بالبلالين. ويتفاجئ وهو في الجو ان رامز كمان معاه وبيخبط له على الباب، فبيدخله جوه. وبعدها بتقوم عاصفة شديدة جدا وبيتوهوا في الجو، ويا ترى هيوصلوا ولا لا؟ ده اللي هتعرفوه لما تحضروا الفيلم اللي هيعجبكم جدا.